طويجين ديال المغلون كفته غادي نديرو بالبطاطا حلوه. بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التحضير ديالو. ومرحبا بكم معايا في سويد هند ويلبين. فهنا عندي نص كيلو ديال المغلون غادي ناخذو نغسلو، غادي نحيد ليه يعني القشره ديالو ونخليو غير الحوت ديالو. غادي نحطوه في اناء على اساس غنطحنوه. من بعد غادي نضيف بطاطا حلوه. هنا بطاطا حلوه ما غنخضرش بها ولكن غنديرها مع الحوت، يعني غادي نحكها. بالنسبه لي هنا انا حطيتها في الخلاط الكهربائي باش يطحنها ليا، فممكن تطحنوها او لا تحكوها اللي يعجبكم. هنا خديت حبه ديال بطاطا حلوه، غادي نطحن حتى الحوت على اساس نرجعو عجين باش نصوبوه الكفته ديالنا ديال الحوت. ومن بعد غادي نضيف التوابل اللي غادي نديروها ديال الحوت عاديه. بالنسبه للحاجه اللي نخليوها هنا تجمع لينا هاد الكفته ديالنا، وانا هاد الطريقه كنديرها حتى مع السردين كواري. كنضيف معاه 2 معالق كبار ديال دقيق الارز. الدقيق ديال الروز كيخلي الكويرات ديال الكفته تيجيو مجموعين بحال مصوبه الكفته ديال اللحم. في عوض ما ديروا الروز هكاك ديروا الدقيق ديالو وجربوه، غادي غتبقاو ديما تداوموا عليها لانها فعلا كتخلي الكفته كتجي هكا مجموعه متماسكه. بالنسبه للتوابل درت التوابل ديال الحوت، الملح، الفلفل اسود، كركم، الفلفل الاحمر، زيت البلديه، الثومه. بالنسبه للاصوص حتى هي نفس الشيء، فقط ضفت عليها ورقه سيدنا موسى ومطيشه محكوكه. الحامض حتى هو ضروري، يا اما الحامض مصير اولا الحامض هكا طري نعصروه. وصافي تنخلي السويصه ديالي ديال الطماطم كطيب. ومن بعد كنضيف دوك كويرات ديال الحوت مع البطاطا حلوه. هاد الطاجين كيجي خفيف بزاف بما انه ما كنخضروه بحتى شي خضر، ولكن كنديروا البطاطا معاه في الداخل. ديك الطيبه ديال البطاطا حلوه ما كتجيش باينه، يعني ديك الحلاوه وكتخلي يعني القوام ديال الكفته كيجي لذيذ بزاف. فجربوها وردوا عليا، كيجي خفيف بزاف هاد الطاجين ولذيذ. بالنسبه للحساء، هذا حساء اللي فايت يعني شاركته معكم، حساء ديال القرعه الخضراء اولا الحساء الاخضر كما كنسميه. فكندير فيه غير الخضره اللي اللون ديالها اخضر. اللي مبدل هنا هو انني غادي نضيف ليه الكينوا من بعد حتى يطيب ويوجد ونطحنو. عاد غادي نضيف ليه الكينوا هكاك حبيبات، يعني طيبه ديجا وكتجي زوينه بزاف. كتاكلي ديك الحساء معاه الكينوا طيبه، من بعد غنضيفها كتجي رائعه. بالنسبه للتوابل دائما كندير الملح والفلفل الاسود فقط في لي سوب، وزيت البلديه والاعشاب المنسمه ضروري كما كنقولها لكم. الا ما عندكمش هكا طريه ديروها يعني ناشفه ولا كارمه. وصافي هادو هما الجوج ديال الوصفات اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر. هذا فطور من بين الفطورات ديال رمضان اللي كانت سريعه. أواشركم مباركه هادو العشر الاواخر ديال رمضان. ان شاء الله هذا الاسبوع نحاول نشارك معكم شي اشكال ديال الحلوى تكون بطريقه صحيه وبدون جلوتين. خليتكم على خير، تهلاو في صحيحتكم. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.